بعد تصدرها الترند. حقيقة خضوع ميادة الحناوي لعمليات تجميل. تصدرت المطربة ميادة الحناوي مؤشرات تريندي جوجل، وذلك بعد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها بدت فيها بملامح أصغر سنا وكأنها أجرت عدد من عمليات التجميل. وظهرت ميادة الحناوي في الصورة بمكياج واضح وبشرة مشدودة وبشعر قصير، ولكن حافظت على نفس اللون الذي اشتهرت به، الأصفر، وكأنها عادت 20 عاما للخلف مع المزيد من الإشراقة والنضارة. ومن ناحية أخرى، كشف خبير التجميل سامر بريطاع عن حقيقة خضوع الفنانة ميادة الحناوي لعملية تجميل بعد أن نشر طبيب تجميل اللبناني نادر صعب صورا لها بالخطأ قبل وبعد التجميل. وقال سامر بريطاع في تصريحات تلفزيونية إن هذه الصورة تعود إلى 15 عاما مضت حين خضعت ميادة الحناوي بالفعل لعملية تجميل وليس خلال الآونة الأخيرة. وكانت ميادة الحناوي قالت في لقاء لها ببرنامج يلا ترند أن سبب نضارة بشرتها يعود لكونها لا تدخن ودائما تهتم ببشرتها. وأضافت: ما لي علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي إطلاقا، دائما بيطلعوا عني شائعات فظيعة، والفنان معرض لأي شيء، ورب العالمين هو اللي بيشفي وهو اللي بياخد الروح، وطلعوا أي شيء عني ما بيهمني. واستكملت حديثها قائلة: أعوذ بالله لا ورحمة تماما ما حصل، أنا اللي فيه ده لأني لا بدخن ولا بشرب حاجة وبنام بكير. ميادة الحناوي. ولقبت ميادة الحناوي بمطربة الجيل، وصنفت في الصف الأول بين المطربات العرب، حيث غنت في صغرها وأعاد اكتشافها الموسيقار محمد عبد الوهاب عندما استمع إلى صوتها في إحدى سهراته بمصيف بلودان بسوريا، الذي كان يحرص على زيارته والاستجمام فيه كل صيف، ويعرف مصيف بلودان بأنه مصيف المشاهير، حيث كان عبد الوهاب صديق شخصي لأحد وزراء سوريا، والذي كان زوجا للفنانة ميادة الحناوي عام 1977. وخلال السهرة استمع موسيقار الأجيال لصوت ميادة وأبدى إعجابه الشديد بصوتها الجميل، وتم الاتفاق أن تزور مصر لتنطلق منها فنية، وهو ما رفضته ميادة آنذاك معربة عن رفضها لفكرة احتراف الفن. يذكر أن ميادة الحناوي تمتلك تفردا في عالم الموسيقي والطرب، فهي أول مطربة عربية تطلق أغانيها على أسطوانات ليزر، والموسيقار السنباطي قال عنها: يسعدني كما بدأت حياتي مع أم كلثوم أن انهيها مع ميادة الحناوي، واعطاها لحن قصيدته إشواق، ولحن لها رائعته ساعة زمن. والموسيقار الكبير بليغ حمدي كتب أغنيتين لها وهما أنا بعشقك الحب إلى كان، وكلاهما كتب لميادة الحناوي. وميادة الحناوي أول مطربة عربية تسجل أغانيها بنظام التراكات، الذي يسمح بتسجيل اللحن على تراك والغناء على تراك آخر. والشاعر الفلسطيني رامي أبو صلاح نظم لها قصيدة في ذكرى ميلادها، وكثيرون آخرون منحوها ألقابا رائعة لروعة فنها وأصالته ورقيه. لتنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد.